كان في مقبرة مشهورة في أطراف البلد اسمها الهدى، لكن الناس كلها كانت بتسميها الوداع الأخير. المقبرة دي كان ليها سمعة مرعبة، مش بسبب الموت، لأ، بسبب القبر رقم 77. بيقولوا إن كل اللي اتدفن فيه بيحصل حواليه حاجات غريبة، حاجات ملهاش تفسير. أنا سيف كنت شغال في تصوير فيديوهات يوتيوب عن الأماكن المهجورة، وبصراحة أنا كنت بعتبر نفسي مش بخاف من أي حاجة، لحد ما جالي تعليق تحت واحد من الفيديوهات: لو راجل روح صور في مقبرة الهدى عند القبر 77. ضحكت وقتها وقلت ماشي يا جدعان، ده محتوى جامد للناس، ويلا بينا نعمل حلقة. وصلت المقبرة دي بعد المغرب بشوية، والدنيا كانت ساكتة لدرجة تخوف. كان معايا الكاميرا وبطارية احتياطية وماكينيش صغير للضوء. فضلت ادور على القبر رقم 77، ما كانش سهل ان الاقيه، لكن بعد حوالي نص ساعة لقيته. كان قبر غريب، حجرته مش زي باقي القبور، مشققة، وفي شق صغير في النص كأن حد حفره بأظافره، والاسم عليه ما كانش واضح، محفور بضعف وبالدم تقريبا. وقبل ما ابدا اصور حسيت كأن حد واقف ورايا، لفيت بسرعة مفيش حد، بدأت اصور، لكن اول ما شغلت الكاميرا الشاشة قلبت سودة. جربت البطارية التانية وكانت نفس المشكلة، والغريب ان الكاميرا اشتغلت لما بعدت عن القبر شوية. رجعت تاني قدامه فصلت، حسيت كأن القبر نفسه هو اللي بيمنعني. وانا بحاول اشوف الكاميرا سمعت صوت كأن في حد بينقر على حجر ورايا. بصيت لقيت قطة سودة واقفة على قبر قديم وعينيها بتلمع بلون أحمر. رحت ناحيتها، اختفت، مش جريت، لأ، اختفت. كل حاجة بقت تقيلة فجأة، الهوا بقى تقيل والدنيا كأنها بتبطأ. وبعدين سمعت صوت خربشة جاي من تحت رجلي. قربت ودني من الأرض كأن فيها همهمة، بكاء، حد بيعيط تحت القبر، مش مجرد صوت، ده صوت قريب بيخترق ودني حرفيا. قمت مفزوع، الكاميرا اشتغلت لوحدها وابتدت تسجل، وبدأت تبث على الشاشة صورة مش من اللي صورتها، ده كان فيديو الراجل لابس أبيض وواقف قدام القبر 77 وبيضحك ضحكة باردة مرعبة. فجأة الصورة قلبت دم، حرفيا دم، الشاشة كلها بقت حمرة، وصوت صراخ طلع من السماعة. وقعت الكاميرا من ايدي وبدأت تنفجر في صور عشوائية من المقبرة: قبور مفتوحة، عيون بتبص، وجثث بتتحرك. حاولت اهرب، لكن كل ما اخرج من المقبرة اختفي كأنها بقت دايرة مغلقة. كل ما الف ارجع تاني عند القبر 77. قعدت ما قدرتش اتحرك، الضوء اختفى والموبايل فصل، واخر حاجة سمعتها كانت ضحكة طفل جاية من جوه القبر، وبعدين ظلام تام. صحيت مش عارف انا فين، كنت نايم جوه قبر، قبر مفتوح، بس مش قادر اخرج. رجليا مش بتتحرك، وفي حاجة بتزحف ناحيتي من اخر الضلمة. فضلت اصرخ كتير بس صوتي ما كانش بيطلع. التراب بينزل عليا، وفي وش بيظهر من الجنب، وشي انا بس ميت. لو حد بيشوف الفيديو ده، انا اسمي سيف، كنت رايح اعمل محتوى، لقيت نفسي بقيت جزء منه. القبر 77 مش قبر، دي بوابة، وكل مرة حد بيجي يصور هنا بيتسجل اسمه في القايمة. اسأل نفسك انت بتتفرج ليه؟ لو وصلت لآخر الفيديو فانت كمان قربت. الصورة تسود، صوت نفس عالي، ثم صراخ مفاجئ، بعدها سكون تام، وبتظهر جملة على الشاشة: تمت إضافة اسمك إلى القبر رقم 77. بعد الصرخة النور اللي في الكاميرا انطفى تاني، كل حاجة رجعت ضلمة، بس مش نفس الضلمة، لأ، في إحساس غريب، كأن القبر نفسه بيبصلي، كأن الجدران بتتنفس. وبدأت أسمع صوت خطوات جوه القبر، مش خطوات شخص واحد،
ده صوت ناس كتير بتدوس على التراب وبتقرب. سمعت صوت باب بيتقفل. بس استنى، مفيش باب اصلا، انا جوه حفرة مفيش ابواب. بس الاحساس حسيت اني اتحبست، كأن القبر اتقفل عليا والهوا اتسحب من المكان. بدأت اتنفس بسرعة، نفسي اتقطع. بس فجأة سمعت صوتي انا بيتكلم. بس انا ساكت مش بقول اي حاجة. الصوت كان من الكاميرا اشتغلت لوحدها وكانت بتعرض اللقطات اللي لسه مصورها من شوية. بس حاجة غريبة حصلت، انا مش موجود في اللقطات. مكان ما كنت واقف فاضي، زي ما كنت شبح، او اصلا عمري ما دخلت. فجأة الصورة اتجمدت على الكادر. اللقطة كانت للقبر من بعيد، وظهر فيه واحد واقف، وشه مش باين بس كان لابس نفس لبسي. قربت الصورة اكتر، كان واقف عند القبر رقم 77 وبيكتب حاجة على الحجر بنفس الخط اللي ظهر فجأة من شوية. الكلمة اللي كان بيكتبها كانت سيف رجعني. الكاميرا وقعت على الأرض والصوت راح. بس سمعت همسات مش مفهومة، بس كلها كانت بتقول نفس الجملة: المكان ده مش بيرجع حد، بس بيستبدلهم. وفجأة الكادر اتسود. آخر حاجة ظهرت على الشاشة كانت جملة مكتوبة بخط مرعب: القبر 77 مش كل اللي اتدفنوا ماتوا. انتهى الفيديو، بس السؤال لسه: هو أنا خرجت ولا اللي طلع ده مش أنا؟